السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم خالد كمال، والنهاردة معانا ريسيفر جبار. ريسيفر عالمي، أقوى وأفضل ريسيفر موجود في العالم. عملنا مراجعات للريسيفرات كتير قبل كده، وبعضها قوي بعضها وسط، لكن النهاردة معانا الدبابة، القطر. تمام. الريسيفر رقم واحد. قبل ما نبدأ كده بفضل الله، لو لسه ما اشتركتش في القناة تشترك وفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد. تمام. هنبدأ بسرعة كده عشان ما نتأخرش. بص كده، بالمناسبة عندنا الريسيفر ده ريسيفر الهوكس، ريسيفر فئة متوسطة، موجود بكميات، شغال في الفترة الأخيرة، حاجة محترمة جدا يعني. بس ريسيفر اقتصادي فئة متوسطة يعني، ماشي حالك. تمام. لو فكرنا نطلع لفوق شوية، الريسيفر ده ليه فيديو على القناة هنا موجود ومتاح. لو طلعنا لفوق شوية هنلاقي الريسيفر ده، ريسيفر الايكون، من الريسيفرات اللي انا بحبها جدا. ريسيفر اعتمادي، ريسيفر 4K، بيدعم الاندرويد بتاعه كويس، شغال معاك، تقدر تنزل عليه تطبيقات وتشغلها. شغال معاك IPTV، شغال معاك سي كام، عليه سيرفر الاوركا مفتوح، ريسيفر عادي خالص. يبقى عندنا ده وعندنا بعده ده. امال ايه ده؟ يعني انا عايزك تقول لي ايه ده بقى. لما دول ريسيفرات يبقى ده ايه؟ معانا الريسيفر الاقوى في العالم بفضل الله، لسه واصل لي النهارده، قلت لازم اعمل عليه فيديو، ما اتاخرش اكتر من كده، يعني لقيت معايا وقت فاضي، قلت نعمل فيه الفيديو. ادي الريسيفر يا سيدي. يعني انا ما شفتش حد عمل له مراجعه قبل كده او حد جابه، ف لينا السبق يعني في الحته دي. ده الريسيفر الفيو بلس الالتيمو. قبل كده عملنا اكتر من مراجعه لنظام الانجما. بدأناها بالزيرو 4K، وما شاء الله الفيديو موجود على القناه. طلعنا بعد كده وعملنا مراجعة تاني على الريسيفر النوفالير، برضو شغال بنظام الانجما وبيدعم الاندرويد. الرابط بتاعه هيظهر لك دلوقتي. دخلنا بقى على ده. بين الزيرو 4K وبين الاصدار ده في اكتر من ريسيفر. في الاونو، اشتغلنا عليه بفضل الله كتير. وفي بعد كده الالتيمو، ده البابا بتاعهم، ده رقم واحد. تمام. الريسيفر ده بالتحديد ليه قصة معايا، وحابب اقولها لكم يعني قبل ما نبدأ كده. رحت في 2019 اعمل تركيبه عند عميل وكده. بعد ما خلصت التركيبه وظبطنا على السطح وعملنا حاجه احترافي، بالمناسبه التركيبه هتظهر قصادكم اهي. التركيبه دي كانت في 2019. فنزلت تحت ما لقيتش ريسيفر، لقيت شاشه وريسيفر البيلت ان بتاعها وريسيفر البي ان. شغلنا ومشينا الدنيا. طب ده هنشغله على ايه؟ التركيبه اللي عملناها دي يا عم هنشغلها على ايه؟ قال لي اصل انا في ريسيفر طلبته هيجي لي مع حد صاحبي، اسمه الفي بلس. يعني ايه فيو بلس؟ انا ساعتها كان الايكون بالنسبه لي ده بابا المجال، يعني ايه هو ده رقم واحد. طب ايه الفيو بلس ده؟ معرفش يعني ايه. رحت دورت عليه في جوجل يعني ايه فيو بلس، ولقيت اسعار غاليه وامكانيات انا اول مره اسمع عنها وبتاع، والدنيا مشيت. الكلام ده في 2019. بفضل الله الدنيا راحت وجت، والراجل جاب نفس الريسيفر. تمام. هو اتاخر شويه وبعتولي عشان اظبطه واجهزه. ودي بصراحة من الحاجات اللي بسطتني، كون اللي جالي ريسيفر ما كنتش اعرف عنه حاجة. فده الواحد الحمد لله بيتطور وبيدوس في مجاله. اشتغلنا على كل أجهزة الانجما بفضل الله. اي حاجة بقى، شغل صور، شغل بلوجنات، تعريفات، ملفات قنوات، حفظ مواتير دايزك، لان ده شغلنا ولازم نطور من نفسنا. وبفضل الله وبأمر الله نكون عند حسن ظنكم. فمش عايز اطول عليكم، حبيت احكي لكم يعني الموقف ده. ده الريسيفر. في منه اصدارين، اصدار عادي واصدار البلوتوث، او مكتوبه زي ما مكتوب عليه كده ليميتد اديشن. ده معمول منه نسخ قليله مثلا مش زي العادي. بدل ما بتشتري الريسيفر العادي وبتشتري المود بلوتوث من بره، لا هو جاي منه فيه البلوتوث. خلاص نبدا كده على بركه الله. لو فتحنا الريسيفر مع بعض، فتحنا الكرتونه تيجي معانا بالشكل ده. الله اكبر، يعني وحش يعني. بص قد ايه مقارنه بالريسيفرات التانية، ان هو باين يعني. اول حاجه عندنا هنا في العلبه بتاعته بيجي معانا الريموت، حاجه ما شاء الله ممتازه. تمام. هحاول اوضح لكم الحاجه كده. بص كده، عندنا ده الريموت بلوتوث، الماتيريال بتاعته ممتازه جدا، انسى اي ريسيفر انت اتعاملت عليه قبل كده. تمام. اهو بيجي بعد كده كابل ال 4K، كابل 4K حقيقي ما شاء الله. الماتيريال بتاعته كويسه جدا. بس انت بتتكلم في اغلى واعلى ريسيفر، فاكيد هم مش هيبخلوا يعني. عندنا بعد كده ده الوصله بتاعت الادابتور. ده الادابتور اللي بيشغل الريسيفر. بطاريات،
ده الكابل الساتا لو حبيت تركب هارد، والهارد هيبقى مهم لحاجة زي كده، لو حبيت تسجل اي حاجة هيشتغل معاك كويس جدا. ده بالنسبة للمقتنيات اللي بتيجي مع الريسيفر. نروح بقى للوحش بقى نفسه. الريسيفر بيجي من ورا بالشكل ده. اول حاجة هتقابلنا هنا زرار الباور اون واوف، في بعده المكان بتاع التيونر 12 فولت، المكان بتاع الادابتور الباور 12 فولت. عندك بعد كده منفذ ال RS 232، وده اعتقد مش هنستخدمه، ملوش علاقة بشغلنا يعني. مكان الايثرنت اهو لو هتشغل عن طريق الكابل. بيجي معاك 2 منفذ USB 3، طبعا عارفين ال USB 3 الفرق بينه وبين العادي في السرعة طبعا. لو دخلنا بعد كده عندك ال HDMI في ان وفي اوت. وهنا لو منافذ الشاشة عندك مثلا مستخدمة كلها، تقدر تستخدم منفذ عن طريق الريسيفر وتعرض على الشاشة برضو اللي انت عايزه. مكان بقى الاوبتيكال الاوديو، جاي معاك الاوديو العادي خالص المعروف ده، وشغال معاك الاوبتيكال اللي بيشتغل معانا هنا، سواء هتشغل ساوند سيستم ولا هوم سيتر والكلام ده. وبرضو معانا ريسيفر بيدعم معاك البلوتوث لو حبيت تشغل عن طريق البلوتوث، يعني تشغل ايربودز، تشغل صوت عن طريق البلوتوث من غير سلك، هيشتغل معاك وزي الفل. خش بقى هنا يا صاحبي، بص الكلام. يعني الريسيفر الايكون بيبقى جاي بتيونر واحد. بص هنا عندك كام تيونر؟ 1 2 3 4. وفي متاح انك تركب بقى هنا الاتنين كمان، او تركب للبث الارضي وبيدعم معاك وشغال معاك تمام. يبقى عندك 6 تيونر في ريسيفر، انت متخيل؟ في ناس كتير بتستخدم الاجهزه دي للشغل تاني خالص غير شغل الدش او غير شغل القنوات، بياخدوا الترددات وبيبثوا منها لشبكات وفنادق. الموضوع كبير مش مقتصر على القنوات بس. نخش بقى نجيب وش الريسيفر. ادي واجهة الجهاز، ادي الجهاز اهو يا جماعة. بيجي معاك الشعار الالتيمو، مكتوب الالتيمو هي 4K. ده باب بيتفتح. عندك مكان هنا للكارت او الكامة، كارتين وكامة. مكان اليو اس بي، الشعار مكتوب هنا. بصراحة يا جماعة حاجة احترافي ما شاء الله، تحفة. طبعا الريسيفر بيدعم معاك لو هتركب من جوه هارد هيشتغل معاك زي الفل، مفيش اي مشكلة. فاللي حابب اقوله ان مجال الدش زي ما بقول دايما مش مقتصر على الحاجة الرخيصة وريسيفر ب 200 جنيه ومشي حالك، لا الموضوع كبير. بيخش معاك لهواية بعد كده. في ناس هاوية المجال، هاوية ان تركب اطباق متحركة، هاوية انها تجيب ريسيفرات قيمة وغالية. الفكرة كلها نفس الفكرة. في كمبيوتر بيوصل معاك ل50 و60 ألف و70 ألف وأكتر من كده. الموبايلات شفت الآيفون نازل بكام؟ برضو مجال الريسيفرات مجال تقني، يعني مجال ترفيهي، مجال دلع، ناس تصرف فيه فلوسها كده على الرايق. مش هنتكلم برضو عشان فكرة الأسعار في ناس كتير بتزعل منها. ليه أجي أدفع ده في الريسيفر؟ لا، هي حرية شخصية. بس اللي أقدر أقوله لك أنا وأكون صادق في كلامي في الحتة دي، ان الريسيفرات دي يا جماعه، انا كحد شغال في المجال اول مره اشتغلت على الاجهزه دي، حسيت بعظمه، حسيت بوهم. يعني اول مره اشتغلت على ريسيفرات الايكون، ريسيفر الايكون ممتاز وجميل، وتحس كده بسلاسه انت وشغال، والريسيفر بيستجيب معاك وجميل. فتخيل بقى انت بتشتغل في ريسيفر زي ده. لا الموضوع كبير، بيشتغل معاك عن طريق البلاجنات، مش بيشتغل معاك عن طريق السوفت وير، لا بيشتغل معاك عن طريق الصور. يعني السوفت وير انت بتروح للشركه، والشركه تطلب من المستورد، والمستورد يطلب من المصنع في الصين، والمصنع في الصين يبعت لك. على سبيل المثال برضو، دلوقتي معرفش انتوا تعرفوا الموضوع ده ولا لا، اغلب الاجهزه بقت كسره قنوات البي ان على النايل سات. تمام. ففي بعض الريسيفرات فتحت وشغاله تمام زي اجهزه الفوريفر وسوفتاتها نزلت. في بعض الريسيفرات في الصن بلس طلبوا المصنع عشان يبعت لهم سوفت، فتستنى بقى المصنع يبعت لك سوفت وبتاع. هنا بقى نظام مفتوح، يعني الريسيفرات الانجما دي بيبقى النظام بتاعها نظام مفتوح، تقدر تعمل اي حاجه، تغير بلاجنات، تغير صور، تحط سكنات. كل صوره بيبقى ليها فريق الدعم الخاص بيها اللي بيدعم بعد كده البلاجنات. الموضوع مش صعب، الموضوع سهل، الموضوع سلس. يعني انا كشغال اهو، اشتغلت على الجهاز الزيرو، اشتغلت على الاوكتاجون. هبقى انزل لكم صور الكلام ده كله، ومتابعينا على جروب التليجرام والفيسبوك والواتس. هسيب لكم الحاجه في الديسكريبشن تحت، كل المنصات بتاعتنا عشان تابعونا عليها وتشوفوا كل جديد. انا دايما بنزل صور الاجهزه دي وانا شغال عليها،
الموضوع ممتع جدا، الموضوع لذيذ. يعني انا شغال في المجال، او احس ان انا اول مره اشتغل على ريسيفر. تخيل لما يبقى عندك ريسيفر زي ده، انا مركب له منظومه ومحضرها. الفيديو اللي فات على طول روح شوفه، او هيظهر لك الرابط فوق. طبق 180، عدسه انفيرتو، مستقبل المدار بالكامل. فلما تيجي تشغل الحاجه دي على ريسيفر زي ده، فعلا هتحس بالعظمه. الصوره 4K حقيقي، الصوره بتطلع لك من الاخر. لما تيجي تشغل اي بي تي في على ريسيفر عادي وتيجي تشغل هنا، فرق رهيب بين الصوره هنا وبين الصوره هنا، بين السرعه هنا والسرعه هنا. الثبات، يعني سيرفرات السي سي كام ممكن تهنج معاك شويه، يتاخر فتح القنوات. لا، حط السيرفر هنا واتفرج، القناه بتكملش. اول لما بتختار كانها قناه فري، كانها قناه مفتوحه. فالموضوع بتاع الغاويين اكتر. نيجي بقى لسعر الجهاز. الجهاز العادي اللي هو من غير الاصدار الخاص او الريموت البلوتوث، بيوصل سعره ل 15، يعني 15000. فده انت بتتكلم في 16. الرقم يخد، لكن انت العملة بتاعتنا بسبب حوارات ارتفاع الدولار وكلام من ده هي اللي خلت الاسعار وصلت لكده. بس فده كان الريسيفر بتاع النهارده اللي كنت عايز اقوله بقى النهارده. هسيب لك جروب التليجرام والجروب بتاع الفيسبوك، ده مهم جدا تتابعونا عليه. واي حد عنده سؤال، عنده استفسار، يسيبوه في التعليقات. ان شاء الله هنغطي معاكم المجال كله. وبدأنا نرجع نعمل فيديوهات اهو، عشان حسيت ان انا كنت ظالم اليوتيوب او متابعين اليوتيوب اللي بيحبوا الفيديوهات الكبيرة. ان شاء الله هنبقى معاكم دايما. ولو عايزين جزء تاني للريسيفر ده ممكن تطلبوه، هنعمل لكم جزء تاني اقول لك الدنيا بتشتغل ازاي. وده كان فيديو النهارده. اي حد عنده سؤال يسيبولي في التعليقات، وهيبقى افضل ان احنا نجاوب عليه عن طريق التليجرام او جروب الفيسبوك، لما هيبقى فيه ايه، شات رايح جاي. لكن هنا ما بعرفش اجاوب على الاسئله او ارد على الاسئله. وبرضه هسيب لك اللينك القناه بتاعت التيك توك. تابعنا على كل المنصات، وان شاء الله هنبقى عند حسن ظنكم. اي حد محتاج اي حاجه، سوفتات، ملفات قنوات، دعم، فلاشات، اي حاجه هتلاقيها موجوده معانا بفضل الله. فلو لسه ما اشتركتش في القناة ومتابع الفيديو لغاية هنا، تشترك وتفعل زر الجرس. وهستنى رأيك في التعليقات. ايه رأيك في أسعار الأجهزة دي؟ والريسيفر اللي عندك أصلا نوع ايه؟ يلا.